بيت النائب العام. مين كان؟ اسمه ستان حركي. اسمه الحركي. كان مراقب بيت النائب العام. لما الموقف بدأ يطلع هو بعت لي على اللاين معايا الكتاب بتاعي. قال النائب العام بدأ يتحرك وجاي عليكم. تمام. لما طلعوا الموقف وصل عند نقطة التنفيذ اللي هي العربية الاسبرانزا كانت هنا، والنائب العام كان العربية بتاعته اللي هي الثانية. بعد كده عشان الطريقة كده اللي هو كانت الثانية، يبقى العربية الأولى طلعت، العربية الثانية بقت مساواة العربية اللي هي اسبرانزا عربية التنفيذ. العربية الثالثة أصبحت برضه في المحيط. إذا الثلاثة في المحيط كان قبلهم موتوسيكل سبقهم. ضغطت أنا كنت واقف هنا، كنت واخد دي ساتر. كان مكانك هنا بالظبط؟ كنت واخد دي ساتر كده عشان لو حصل حاجة. ضغطت على الزر حصل انفجار كبير. اتوقفت انا وهشام او ابو القاسم. ابو القاسم كان واقف بيصور. فين؟ هنا كان هو ماسك الكاميرا وواقف بيصور. تمام؟ كاميرا ايه؟ كاميرا سوني سامسونج. بعد ما صور جينا احنا طلعنا جرينا على العربيه تحت الشباك اللي الحمراء دي. طلعنا خدنا الطريق ده شمال وطلعنا على الطريق اللي هو السلام بره. انا رحت عند اخويا عنده طب انا ممكن نعرف انت ايه الغرض بتاع تنفيذ عمليه؟ اكيد الغرض في غرض شخصي وفي غرض طبعا غرض بتاع العمليه نفسها. غرض شخصي خلقت الفض اتصبت فيه، واخويا اتصاب نفس الموضوع، ناس كتير صحابي ماتوا. النائب العام هو اللي امر بفض رابعه والناس كتير ماتت فيها، النهارده كذلك. فده كان عندي زي ساره وانتقام، ده كان حاجه شخصيه. انا ما لو هم ساعدوني اني اوصل في حاجه زي دي، لكن انا لو شخصيا لوحدي مش هعرف اوصل له، يعني مش هعرف اوصل للشخصيه بالحجم ده. تمام. الغرض بتاع الشغل. والحاجه الثانيه برضو ان انا وصلت المهمه زي دي، فكانت حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره. الغرض بتاع الشغل نفسه حضرتك في ناس معانا اتطحنت بكل الناس عاملين يتكلم في التطبيق وانا منهم، وحضرتك شفتك دلوقتي الكراشات بعد 6 شهور لسه معلومات مين؟ بص حضرتك دي كان فيها صديق. انا ضد الشرع يا واحد. الشرع يا فندم ده كاذب. انا بقول لك ضد الشرع ده كاذب، والشباب عمالين يقولوا بقى الكلام ده. عم 12 يوم كده توصل. بعد 12 يوم دول اول ما دخلت كان اخويا قعد 3 شهور ونص، دخلت ضابط امن الدوله قال لي خلي كل حاجه تمشي زي ما هي واعمل كل حاجه بمزاجي. قلت له يا فندم انا هشيل النائب العام. قلت له طب ليه مش ظلم؟ قال لي هشيل انا هشيل. وانا عايز اقول لحضرتك في هنا في المحكمه امين الشرطه كان معانا في ظلم بعذبنا، لو عايز حضرتك اطلعه هطلعه، بس عايز حضرتك يعني مش عارف هيحصل ايه لما ارجع السجن بعد ما اقول الكلمه دي. هو حضرتك الامين ده طلع هنا ورجع تاني، انا شايفه ومعذبني ومعذب اخويا ونص جوه كلهم. وفي 3 كمان، بس انا هقول لك في واحد لو عايز نطلعه من وسط الاهالي والناس اطلعه. اللي هيوصل لنا بعد ما نرجع سجن العقل. حضرتك احنا بنطحن مقفول علينا المطحن منه. رئيس المباحث من مأمور اديني قدام الناس كلها قدام كهرباء صاعد وقعدني مع اي واحد اختاره صاع كهرباء. خليه يقول لك انا اللي اخدت السبب. صاع احنا اطحنا كهرباء. معانا كهرباء لأرض مصر لمدة 20 ساعة 20 سنة. أنا قدمت 19 فبراير 2016 19 فبراير 2016 رحت أقدم على بيت وزيرنا وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب. اتعرضت لأبشع أنواع التعذيب. أنا أول ما دخلت وزير الأمن كنت لابس قميص ولابس كاب ولابس كلمة ولابس بنطلون وبوكسر، والله اللبس كله اتقطع. اللبس كله اتقطع قبل ما ادخل على الوقت اللي هتعذب فيها. يا فندم احنا كنا بنتعذب في السواعد الكهربائيه يعني في اماكن حساسه جدا. يا فندم انا كنت داخل وعين يمين كويسه، انا عين اليمين الان شبه ما بشوفش بيها. عين اليمين الان انا ما بشوفش بيها خالص. بشوف بيها ما بشوفش خالص. بالشده بتعذب من الارض بنيت وزرني. انا اخذت 7 ساعات متواصله بتعلق على باب وبتعلق على حاجه كانوا بيسموها الشوايه. يا فندم اخذت 15 يوم. كل الكلام اللي قلته يا فندم كان نتيجه
انا اخدت 15 دقيقه كنت بسمع الكلام ده قدام الساده الضباط العلوي الفنيه. امن الدوله في الزقازيق. وتقولي على مبدا امن الدوله في الزقازيق. فضلت اسبوع كامل استقلالي تحت التعذيب. اسبوع كامل بالظبط. كامل تعذيب. في اثار لو عايز تشوفها ممكن ابقى قول بس. لا مش مفرجك. طيب. كهرباء راسي. صعقوني بالخيار الكهربائي في راسي. وكمان حساسه. رجلي ومكان العمليه. رجلي بيكون ليله في برميل ميه ساعه من الساعه 2 بالليل عن الفجر. في برميل ميه ساعه. وتحت تهديد وهنجيب ابوك وامك وهنعمل وكذا وكذا. لا هو الزمع. انا يا فندم ما اعرفش الشخص اللي موجود قدامي. انا كل اللي حصل يا فندم ان انا مسكته ب 19 فبراير تعرضت لابشع انواع التعذيب. انا يا فندم بعد كده رحت معسكر الجبل الاحمر على مرأى ومسمع من النيابه العامه نيابه امن الدوله. كانوا يعرفوا احنا كنا بنتكلمش خلفي. وكانت عندنا متغنيه واحنا موجودين في نيابه امن الدوله. انا كانوا ضباط امن الدوله اللي موجودين في رازوري كان كل يوم بيجوا لي يقولوا لي انت بكره هتروح النيابه واحنا زمايلنا بيقولوا لنا كل حاجه. زمايلنا في النيابه بيقولوا لنا كل حاجه. قبل ما اروح النيابه بيوم قال لي بكره في واحد هتقابله اول ما تدخل عايزك تكون تعرفه. قلت له انا ما اعرفش حد. انا عايزك تعرفه. هو بالامر انا عايزك تعرفه والا انت عارف هيحصل فيك ايه. فكل اللي حصل معايا يا فندم انا ليا دعوه بالقضيه. انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. انا ما اعرفش الشاهد اللي قدامي. اياها مره انا شفت في النيابه قلت اعرفه رغما عن انفي